الناس كونوا في امان الله وحفظه. شكرا بزاف على لي زابونمون ديالكم، لان هما طالعين وغادي نفكركم قال لك ان الذكرى تنفع المؤمنين. ما تنساوش تلايكيو، تبارطاجيو، تايميو، وحتى انستغرام ديالي ها هو. اليوم جاي لكم بواحد الموضوع اللي بحال دايما كيدير القوق في الراس. علاش؟ لان بزاف الناس كيقلبوا على هذه الحاجه اللي غادي نهضر عليها اليوم، وهذه الحاجه وحنا كنقلبوا عليها كنساو الحوايج الاساسيين اللي كيوصلونا لهذه الحاجه. واش بغيتو تعرفوا شنو هي هذه الحاجه؟ يلا اجيو معايا. الموضوع اللي جيت لكم به اليوم هو السعاده. ايوي السعاده، لان كلشي كيقلب على السعاده وبزاف الناس تلفى ليهم ما عارفينهاش اصلا شنو هي السعاده. الا قلت لكم شنو هي السعاده بالنسبه لكم، انا متاكده بان كل واحد فيكم يعطيني واحد لا ديفينيسيون، واحد التعريف مغاير. كاين واحد اللي عنده السعاده فان يكون عنده فلوس، وكاين الاخر فان تكون عنده الصحه، وان لا واحد اخر يكون زوين ولا تكون زوينه الى اخره. كل واحد والتعريف ديالو على السعاده. والبروبليم شنو هو اننا بزاف ديال المرات كنمشيو كنقلبوا على السعاده، كنقولوا غادي نقلب على السعاده، اي اون فيت كنساو راسنا وكندخلوا في التعاسه. علاش؟ لان كيجي لنا راسنا باننا ما وصلناش لهذيك السعاده وما عمرنا ما غنوصلوا لها. الوغ بعض الحاجات ما كيدخلوش نهائيا في السعاده، وبزاف الناس كيجريو موراهم حيت كيوهمونا بان الا كانوا عندنا هذيك 4 الحاجات غادي نكونوا سعداء في حياتنا. الحاجه الاولى هي الجمال. اليوم يسوفي اننا نشوفوا الاشهارات، نشوفوا التلفاز، نشوفوا انترنت، كنشوفوا بزاف ديال لي زارتيفيس، وبنادم خاصك تكون هكا وخاص يكون هكا، ونيفك خاصو يكون هكا، وفمك هكا، ولاطاي ديالك ها غليظ ها ضعيف ها ما عرف شنو. وهذا الشيء هذا كيخلي الانسان انه ينساق وراء هذا الشيء هذا كامل، ويسحب له بان كل ما كان زوين ولا كانوا عنده بعض المعايير في الجسم ديالو غادي يكون مزيان وغادي يكون سعيد في حياته. والدليل على ذلك ان بزاف الناس كيمشيو كيخضعوا العمليات، كيشربوا ادويه، كيديروا شي حوايج جوستومون باش يبدلوا من الشكل ديالهم، ساشون كو داكشي ماشي هو اللي غادي يخليهم سعداء. لان السعاده ما مقروناش بالجمال. يعني الجمال وشكون اللي الجمال نسبي بالنسبه لنا بعدا، لان يمكن شي حاجه انا تعجبني نتوما ما تعجبكمش، يمكن نتوما شي حاجه تعجبكمش انا ما تعجبنيش، اولا فيزاج اولا هذا. دونك الجمال نسبي لواحد الدرجه اللي هي كبيره. وشكون اللي كيحدد لنا بان خصنا نكونوا هكا ولا هكا؟ راه ناس بحالنا بحالهم. دونك شكون اللي علاش غادي يجي هو يقول لي ولا هي تقول لي خصك تكوني هكا ولا خصك تكوني طويله هكا ولا خص الجسم ديالك يكون هكا؟ هذا خرج عن العقل. دونك الجمال ما عنده حتى شي علاقه، يعني ماشي هو اللي كيخلينا اننا نكونوا سعداء. ثاني حاجه الفلوس. ايوي الفلوس، واليوم كلشي كيجريو مورا الفلوس، وكلشي كيتضارب، وكلشي لا كومبيتيسيون باش اننا خصنا نربحوا هذا. ساشون اولا كنظنوا بان كل ما كان عندنا الفلوس وكل ما كانت عندنا الرفاهيه غادي نكونوا مزيانين وغنكونوا سعداء وسعيدات في حياتنا. غلط. لان الفلوس هما وسيله. انا ما كنقولكمش الفلوس ماشي مزيانين ولا با ديتو، ولكن الفلوس هما وسيله باش اننا نعيشوا مرتاحين وداكشي، مي ماشي واحد لا كونديسيون. يعني ماشي ضروري انهم يكونوا باش اننا نكونوا سعداء. الدليل على ذلك كاينين بزاف الناس لاباس عليهم وما فرحانينش، وكاينين بزاف الناس ما فحالهمش وعايشين بخير، واحد القناعه واحد السلام داخلي. دونك كلشي هنايا. ثالث حاجه هو الوضع الاجتماعي. شحال من مره كنسمع الناس وانا ما عنديش الدبلومات، انا ما مشيتش نقرا، انا ما خدامش ولا ما خدامش انا الى اخره. كيصحابنا بان كل ما كان الوضع الاجتماعي ديالنا مزيان، اونكور اون فوا على حساب واحد المعايير اللي حنايا كيديروا لنا لو كادر، كيديروا لنا في واحد الطاقم وخصنا نبقاو فيه. خاصك تقرا، خاصك يكون عندك دبلومات، خاصك اي دونك خدمه وتكون عندك كارير وتكون. الا خرجتي من هذا النطاق هذا ماشي مزيان، يعني ما كتكونش هو هذاك. لا، الوضع الاجتماعي ما عنده حتى شي علاقه بالسعاده. راه يمكن نكونوا قاريين، يمكن ما نكونوش قاريين، يمكن يكونوا عندنا واحد المرتب في المجتمع، ويمكن لا، يمكن كل واحد وحياته، كل واحد وشنو يعني المسيره ديالو في الحياه. وهذا الوضع الاجتماعي ماشي كونديسيون اونكور اون فوا باش اننا نكونوا سعداء. والحاجه الرابعه هي الصحه.
هنايا بزاف الناس يقول لي لا رحاب انا ما متفقاش معاك نهائيا، خاصنا ضروري تكون عندنا صحه باش نكونوا سعداء. لا ماشي ضروري. والدليل على ذلك مرتي كنتو كتشوفوا في الانترنت غتلقاو بزاف ديال الناس اللي تزادوا يعني عندهم دي بوزوان سبيسيفيك اللي ناقصاهم شي حاجه ولا عندهم اون مالادي ولا هذا، وهذا ما كيمنعهمش انهم يكونوا سعداء في حياتهم. كاينين بعض الدراسات اللي داروا اللي اكتشفوا بان كاينين بعض الناس اللي ملي كيجيهم امراض مزمنه كيوليو سعداء من مورا المرض ديالهم، سبحان الله. وانا بالنسبه لي شي حاجه اللي هي لوجيك. علاش؟ لان منين الانسان كيمرض وكيجلس مع راسو وكيتسائل كيسول راسو الاسئله الصحيحه وداكشي، كيفهم بان المهم في الحياه هو الرجوع للذات، هو الرجوع لذاتنا، نفكروا في راسنا، نفكروا في راسنا ماشي زعما انا نفكر في راسي ومن بعد الطوفان، لا با دو تو. نفكر راسي راه نفسنا لها حق علينا، هذه حاجه الاولى. يعني نفكر في راسي، نديها في راسي، نديها في صحتي، نديها. دونك هادشي هذا كيخليو هذا هو في حد ذاته هو السعاده، هو انني نرجع للذات ديالي، نرجع لراسي، نديها في راسي، نديها في حياتي، نحدد الحوايج اللي انا باغيه نديرهم واللي كيدخلوا على قلبي السعاده. هذا هو المهم فينالمون. دونك هادشي علاش الصحه ماشي هي لا كونديسيون باش اننا نكونوا سعداء. اي دونك هادو هما 4 الحوايج اللي كيجيب لنا الله بان الا كانوا عندنا غادي تكون عندنا السعاده. مي سي با فري، احنا غادي نشوفوا الحوايج اللي كيخليونا فعلا سعداء. اذا الا كانت السعاده ما مقروناش بهاد 4 الحوايج اللي قلنا دابا، باش غادي تكون مقرونه في نظركم؟ هذا هو السؤال. اول حاجه المحيط ديالك، العلاقات الاجتماعيه ديالك كيفاش دايره، واش مزيانه ولا مزياناش، واش الناس اللي دايرين بك كيهزوك ولا كيهرسوك، واش الناس اللي دايرين بك كيشوفوا فيك بعينين الرحمه، ما كيحكموش عليك، ما كينتقدوكش، ولا العكس فين ما يشوفوك هاك بالك ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك، الانتقادات والاحكام والهضره الخاويه ايتترا. هادشي هذا كامل ما غاديش يخلي الانسان سعيد نهائيا. وانا متاكده الا دوزتوا البلان شويه في راسكم غادي تشوفوا هذه القضيه هذه بانها صحيحه. لان ملي كيكون شي واحد في المحيط ديالنا اللي سلبي، اللي سام، اللي ماشي مزيان، اللي ماشي بيانفيون، شنو كيوقع لينا؟ كنحسوا براسنا ماشي مزيانين. دونك المحيط ديالنا خاصو يكون ضروري يكون محيط اللي هو صحي، يكون محيط اللي هو مزيان، يكون محيط اللي هو كيشوف فينا بعينين الرحمه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لي زاكتيفيتي ولا الانشطه اللي كتقوموا بها في حياتكم. شنو كديروا بحياتكم؟ واش كنوض كناكل كنشرب كنمشي نخدم كنجي وصافي والحياه هي هذيك، وخصني نشري الدار والطوموبيل وجري عليا نجري عليك وباش نخلي لولادي وانا ديك الهضره كامل اللي كتعرفوها وكنعرفوها كاملين وكبرنا بها؟ ولا شنو كندير في حياتي اللي هنا لداخل ملي كنديرو كنكون فرحان وفرحانه، كنكون عاجبني راسي. وهاد الانشطه هادي تقدر تكون انشطه ديال العمل ولا الانشطه الشخصيه. بزاف ديال الناس كيجيو في الكونسلطاسيون كيقول لك انا كنحس بفراغ داخلي، انا كنحس براسي ماشي سعيده، انا كنحس براسي ماشي مزيان. وملي كنبقاو نبحثوا شويه كنكتشفوا بان الشخص ما كيدير حتى شي حاجه في حياته. ما يمكنش هاد القضيه هادي. ثالث حاجه هي لا فوا، الايمان. وهنايا بالايمان بالمفهوم ديالو جلوبال، يعني كبير، ماشي كنحاصروا غير في واحد المساله ولا اخرى. هنايا سا ديبون لكل واحد والمعتقدات ديالو، كل واحد وباش كيامن. المهم هو انك تامن، داكو. المهم هو يكون واحد الحاجه لداخل ديالك كي تو غيد، اللي كتوجهك، اللي كتريحك، اللي كتخليك تعيش في سلام داخلي، اللي كتعطي معنى للحياه ديالك. مثلا انا كنقول انا كنامن بان كاينين شي حوايج غيوقعوا ليا مزيانين وكاينين شي حوايج غيوقعوا ليا ماشي مزيانين، اي سي اوكي. يعني الواحد كيقبل هاد القضيه هذه. ايوا دابا ملي شفنا هادشي هذا كامل نجي نحاولوا نعرفوا السعاده. علاش؟ لان قبيله قلت لكم بان كل واحد والتعريف ديال السعاده ديالو. والسعاده ما كتلقاش، ماشي كنبقى غادا حتى كنلقى السعاده ها هي السعاده. نو با دو تو. السعاده راه سي ان شومينمون، يعني واحد الطريق.
يعني داكشي اللي كدير كل نهار، داكشي اللي كتحس به، داكشي اللي الداخل ديالك، هذيك هي السعاده. دونك انا غادي نحاول نعطيكم تعريف ديال السعاده، يمكن يعجبكم يمكن ما يعجبكمش. انا بالنسبه لي هو تعريف اللي قريب شويه من المنطق، على حسب طنطون راسي. اول حاجه اللي نقدروا نعرفوا بها السعاده هي نعيش لحظات الفرح. راه بزاف د الناس كيدوزوا بزاف د المراحل في حياتهم، يا دبلومات يا جواج يا مشاريع اتسيتيرا، وما كيحسوا بحتى شي حاجه، صافي الحياه غاده هكاك. لا، السعاده خصنا نحسوا بديك الفرحه ديال ديك ليفينمون اللي كنعيشوا في حياتنا، نحسوا بديك اللحظه ديال لا جوا ديال فوالا. وقعت لي شي حاجه فرحتني، راه جو في ديك لو مومون وانا فرحان ولا فرحانه بزاف. ثاني حاجه نكونوا كنحسوا بالسلام الداخلي، يعني لا بي دو ليسبري، الدماغ ديالنا يكون هاني. وهذا ما عنده حتى شي علاقه بواش عندي المشاكل ولا ما عنديش ولا هذا، لا، هذا كيكون واحد ليطا ديسبري اللي بحال قلت لكم قبيلتي، انا ملي كنكون مآمنه بان راه كاينين شي حوايج مزيانين كيوقعوا ليا وشي حوايج ماشي مزيانين غادي يوقعوا، كنكون بحال نقولوا مسلمه بهذه القضيه هذه. علاش؟ لان ما عندي فيها حتى شي دخل، وهادو تجارب ديال الحياه. دونك انا ليسبري ديالي ترونكيل. ملي كيطيح عليا شي حاجه اللي ما مزياناش ولا خايبه، شنو كندير؟ الا كان شي حل كنوض وكنبحث على الحل وكنلقاه. سينو الا ما كان ما يدار وكنخليه حتى الوقت يدوز وصافي ومرضنا ما عنده باس. ثالث حاجه هي اننا نديروا الحوايج اللي كيعجبونا، لي بليزير دي سونس. وي، راه حنايا عندنا بزاف ديال لي سونس، وخاصنا نديروا ملي كناكلوا شي حاجه اللي هي زوينه وكنتبننوا فيها وكتعجبنا، اولا كنشموا شي ريحه اللي هي زوينه ولا. دونك نديروا الحوايج اللي كيعجبونا، نديروا الحوايج اللي كيدخلوا الفرحه على قلبنا. انا كنشوف بزاف د الناس غرقوا من تحت لي ريسبونسابيلتي، المسؤوليات، وجري عليك والحياه وداكشي. فينالمون راه الا سولنا راسنا ولا كنا واقعيين مع راسنا، راه غير كنخربقوا. هاد الجري وهاد ما نبروفيتاش من الحياه ولا حتى نمشي لهيه عاد غادي نرتاح ولا هذا، راه هادشي هذا كامل كيخلينا اننا ما نتمتعوش بحياتنا واننا ما نحسوش بهاد السعاده. والحاجه الاخريه هي اننا نكونوا فرحانين بداكشي اللي عندنا. راه دائما الانسان كيشوف دائما جارو، كيشوف دائما ولد عمو شنو عنده وانا ما عنديش، شنو دار وانا ما درتش، فين وصل وانا مازال، اتسيتيرا. الواحد خصو وهذا كيدينا القناعه والحمد. والقناعه والحمد بزاف الناس يقول لك وي ما رهاب الا كنا صافي سي اوكي انا قانعه وانا هذا صافي، ما غاديش يخلي الانسان انه يزيفوليو. با دو تو، ما هذا ما عنده حتى شي علاقه بليفولوسيون، يعني بالتطور في الحياه. بالعكس، انا كنقول باننا خصنا يكونوا عندنا دي زوبجيكتيف، اهداف في حياتنا، خاصنا نشوفوا بعيد، خاصنا. ولكن هذا ما كيمنعش اننا دابا انا الحمد الله وشاكره على هادشي اللي عندي، نشوف الحوايج بوزيتيف، يعني الايجابيين اللي كاينين في حياتي، ونكون فرحانه لداكشي، ونكون فرحانه اللي انا داكشي عليه انا كيفاش نايتو. لان لا بقينا كنشوفوا الاخرين، وبيان سور حنايا في واحد العصر اللي دابا لي ريزو سوسيو بزاف ديال المشاكل ما كيخليوناش اننا نكونوا مكونسونطرين على راسنا، كنوليو دائما نشوفوا الاخرين شنو داروا الاخرين، فين مشاو الاخرين، شنو شراو الاخرين، وداكشي كيخلينا اننا نبعدوا بشكون حنايا. وبزاف د المرات راه حتى داكشي الحوايج اللي مزيانين عندنا ما كنشوفوهمش، حيت كنكونوا مركزين على الاخرين. وباش نسالي هاد لا فيديو غنعطيكم جوج ديال الاعداء ديال السعاده. وي، باسكو كاينين شي حوايج اللي ما كيخليوناش اننا نكونوا سعداء. اول حاجه الروتين. لا الروتين انا ما كنحملوش وما كنقبلوش. بيان سور كاين الروتين الايجابي، داكشي اللي كنديروه وكيكون مزيان اوكي. مثلا انا كنجلس مع ولادي كل قبل ما يمشيو ينعسوا كنتفرجوا ولا كنقراو اونصومبل، هذا روتين ايجابي. ولكن الروتين اللي خايب هو داكشي اللي كنديروا اليوم كنعاودوا غدا، كنعاودوا بعد غدا، كنعاودوا بعد غدا. ما كاينش شي حاجه اللي فوالا واو شي حاجه كتخرج من لوردينير، شي حاجه كتبدل الجو، كتبدل الوجوه، كتبدل الاماكن، كتبدل بزاف د الحوايج. دونك اول حاجه هي الروتين. وهادشي علاش؟ لان الدماغ ديالنا ملي كيكونوا حوايج اللي هما جدادين وحوايج اللي كنبدلوا بهم الجو، شنو كيدير؟ كيفرز واحد لي نورو ترانسميتور بحال لوندورفين، يعني كاينين واحد الهرمونات كيفرزهم الدماغ ديالنا اللي كيخلينا اننا نحسوا بواحد السعاده وكنحسوا براسنا مزيانين. ولكن ملي كندخلوا في واحد الروتين
صافي داكشي اللي كنديروه اليوم كنعاودوه غدا، كيولي عندنا كلشي عادي. مثلا انا بغيت نشري طوموبيل، كنكون اكسيتي خصني نشري الطوموبيل، ولكن اون فوا شريت الطوموبيل صافي اليوم غدا سي بون، بحال ما بحال عاديه تما. يعني واحد باغي يتزوج ولا باغيه تزوج وغيحماق وداكشي، اون فوا تزوج صافي سي اوكي، ما كنديرو حتى شي حاجه باش نغيروا الجو، باش نجددوا، باش نخرجوا على الروتين، كيولي كلشي عادي. اي دونك هاد كلشي عادي كلشي عادي كلشي عادي كيجبد المشاكل. دونك حاولوا ما امكن انكم تبدلوا شويه في حياتكم، ديروا تهرسوا شويه داك الروتين، وراه ما فيها باس والله العظيم، لا صافي انورميمون دو بليزير. العدو الثاني ديال السعاده هما المعتقدات الخاطئه. المعتقدات الخاطئه، وهذا مشكل كبير. علاش؟ لان المعتقدات ملي كتكون مرسخه، ملي كتكون معشه، سي ديفيسيل باش نتصرفوا بالعكس ديالها. دايوغ كيقول لك واحد الكاتب، الانسان كيدوز الوقت ديالو كيبغي يبرهن، يفو فاليدي لي كرويونس ديالو. يعني انا عندي واحد المعتقد، كندوز الوقت ديالي كامل وانا كنقلب باش انني نبرهن بان داك المعتقد اللي عندي راه هو معتقد صائب. وهذا راه بعدا اون بيرد دينيرجي هي الاولى، وما كيخليناش اننا نزيدوا لقدام. لان ملي كيكونوا عندنا معتقدات اللي خاطئه، معتقدات اللي ماشي مزيانين، اللي ماشيين لداخل ديالنا، ما كيخليوناش اننا نزيدوا لقدام، ما كيخليوناش اننا نتفتحوا بحال الورود، ما كيخليوناش اننا نشوفوا الحقيقه كما هي. يعني كنشوفوا الحقيقه بحال حنا دايرين النظر ديال الشمس. بحالاش هاد المعتقدات في هاد لو سوجي، في هاد الموضوع ديال السعاده؟ انا ما عنديش الحق في السعاده، ما يمكنش انا نكون سعيد والعالم فيه المشاكل وفيه. باش نكون سعيد خاص يكون عندي وخاص يكون عندي وخاص يكون عندي. السعاده مقرونه بهذه القضيه هذه. دونك هذه كامله معتقدات اللي كتخلينا اننا من نقلبوش ولا من نعيشوش هذيك السعاده. لان في الداخل ديالنا السعاده ما يمكنش لينا، السعاده سي بور لي زوتر، الاخرين. فوالا لا فيديو ديال اليوم تسالات، والموضوع كان هو السعاده. خاصنا نعرفوا بان السعاده مقرونه باشياء بسيطه في الحياه. انا ما عندي ما احسن من البساطه، نفتح الشرجم، ندير ان بوكي د فلور نمشي للسينما، نمشي ناكل، ندير ان غوبا، ولا نمشي نتلاقى صحاباتي وصحابي، نلعب مع ولادي. يعني راه شي حوايج اللي ماشي بالضروره ان يكون عندنا بزاف د الوقت، ماشي بالضروره ان يكون عندنا الفلوس، ماشي بالضروره ان نكونوا صحاحين، ماشي بالضروره. راه السعاده تقدر تكون جالس في بلاصتك وخالق السعاده لراسك باشياء اللي هي بسيطه، بحال اللي قلت لكم نسمع موسيقى باغ اكزومبل، او نسمع شي حاجه اللي كتريحني. دونك فوالا، السعاده ما مقروناش بشي حوايج اللي هما اكسترا اوردينير. السعاده ما كتلقاش، السعاده سي شومينمون، يعني طريق فين حنا غاديين، كيفاش كنشوفوا الحياه، كيفاش باغيين نعيشوها، كيفاش كنولجوا هذه الحياه. وهذه الحياه هذه انا بالنسبه لي راها شي حاجه اللي ثمينه، كيلكو شوز زعما دو بريسيو. الوغ ما نخسروهاش وما نتعداوش عليها، ونبروفيتو، يعني نبروفيتو ماكس من هذه الحياه ديالنا. وتهلاو ليا في راسكم، وكنقول لكم على بروشين فيديو. تشاو تشاو.